الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حلقة جديدة من برنامج ببساطة، وقلنا إن إحنا إن شاء الله في الحلقات الجديدة هنحاول إن إحنا ناخد مجموعة أخبار الناس بتتداولها على مستوى العالم العربي أو غير العربي، ونشوف إزاي ممكن نستفيد بيها بشكل إيجابي بس صراحة أخبار كتير جدا جدا الواحد بيشوفها، بداية بقى من داعش واللي بيحصل في العراق وسوريا، وبداية بأحداث نادي الزمالك والتغييرات الوزارية وحاجات كتير جدا جدا حصلت في مصر وخارج مصر وفي الوطن العربي كله وفي العالم كله، خلت الناس كتيرة بتستعجب من اللي بيحصل ده، مش عارفة ايه اللي بيحصل. في كتير جدا ناس مش عارفة اي حاجات كتير. تحس ان في جهل عام في العالم كله، تحس ان في فتاوى غريبة بتحصل من علماء المسلمين، فبرضه دي تدل على قلة العلم. فاحنا عايزين خدنا كل الكلام ده وحاولنا ان احنا من وجهة نظري الشخصية شايف ان احنا بين يدي الساعة، وعملنا حلقة بعنوان علامات الساعة الصغرى، وهنشوف انها كلها حصلت. وانا مش هقول الاحاديث الدالة في الدين على علامات الساعة الصغرى للتسلية، بل عشان نعرف ان احنا نعيش بين يدي الساعة. فنقوم كل واحد فينا يحاول ان هو يحاول ان هو يعمل بقى للموت ويعمل ليوم القيامة، وعشان نعرف قد ايه ان ديننا دين غني وفي كل اخبار كل حاجة. فكما صح في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب او صلى بالصحابة صلاة الفجر، وبعدين صعد على المنبر واخبرهم باخبار كثيرة، وبعدين نزل من على المنبر وصلى بهم الظهر، وبعدين صعد على المنبر والأخبار كثيرة، وبعدين وكذلك في العصر وفي المغرب وفي العشاء، كما يقول الصحابة: حفظ من حفظ ونسي من نسي. فتلاقي ان اخبارهم بكل شيء عن علامات الساعة بقى كلها، وايه اللي يحصل في اخر الزمان والكلام ده كله. فهتلاقي ان مفيش حاجة حاجات كتير جدا من اللي بنعيشها دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبرنا منها ومنها طبعا حديث جبريل، وهو حديث أصل من أصول هذا الدين، إن لما نزل جبريل عليه السلام وأسند ركبتيه لركبتي النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره طبعا عن الإسلام، قعد يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، والحديث معروف عند كل الناس. ثم قال له: متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول بأعلم منها من السائل؟ فقال: حدثني عن أشراطها أو عن أمارته، ليها علامات أو ليها كده. فقال له على أول علامتين اهو. العلامة الأولى قال له: أن تلد الأمة ربتها. والعلماء بيقولوا إن دي معناها عن عقوق الوالدين، إن يكون الأمة ربتها، يعني تجد إن الجارية أو الأمة بتلد بنتها، تكون الأم كالجارية كالعبدة والبنت سيدة. ودي فيها كناية على عقوق الوالدين، إن إحنا بدأنا نشوف في عقوق والدين بشكل رهيب، في أبناء بيضربوا آبائهم وأمهاتهم، في محدش بيروح يزورهم. فعقوق الوالدين من علامات الساعة. من علامات الساعة أيضا اللي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن تجد الحفاة العراة رعاة الشاء يكونوا يتطاولون في البنيان. إن ناس هتكون حرفتهم أصلا رعاية الغنم وبيعيشوا في الصحاري والحاجات دي كلها، وتلاقي ان هم يتطاولون في البنيان، ويحصل بينهم تنافس بين العمارات الكبيره او الابراج الكبيره، او انا اكون اعلى برج او انا اكون اعلى عماره او كده. من العلامات ايضا اللي اخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اول بعثه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: بعثت انا والساعه كهاتين. فتخيل ان من علامات الساعه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم اصلا، بعثت انا والساعه كهاتين. فدي من علامات الساعة وحدثت. من علامات الساعة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي جاء عند مسلم: اعدد 6 بين يدي الساعة. قال: موتي. يبقى موت النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة وحدثت خلاص. من علامات الساعة أيضا قال: استفاضة المال، إن ينزل الرجل يحاول يتصدق بالذهب وما يلاقيش حد يديله المال ده. وده كان حصل فعلا في عهد عمر بن عبد العزيز، طبعا مش في زماننا ده، لكن في زمن عمر بن عبد العزيز حصل ان على مدى عامين كان يمشي المنادي في الاسواق: من كان عليه دين فدينه على بيت المال، من كان عليه يريد ان يتزوج زواج على بيت المال. وما كانش في حد من كثرة المال وكثرة العدل في زمن عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه
يعني حصل الواقعة دي، استفاضة المال، حتى ان الرجل ينزل يحاول يتصدق بصدقة ما يلاقيش حد يعني ياخده منها يعني. من العلامات ايضا فتح بيت المقدس، وحصل يعني بيت المقدس فتح اول مرة كان في عهد عمر بن الخطاب، والقصة طبعا يعني معروفة، ونسأل الله عز وجل ان يرد يعني بيت المقدس سالما الى ديار المسلمين. من علامات الساعة ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني اخبرنا عن وباء يأتي يأخذ منكم كقعاص الغنم، يعني وباء يبتدي ياخد منكم كده بالآلاف، واحنا كل سنة بنسمع عن وباء. طبعا كان أول وباء ظهر بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما أخبرنا بهذا الحديث كان الطاعون، وكان ظهر في جيل من الصحابة وخد منهم آلاف من الصحابة والتابعين. لكن طبعا احنا كل سنة بقى ما بين جنون بقر لإنفلونزا خنازير للإيبولا مؤخرا، كل سنة ربنا عز وجل يعني يبعث علينا وباء، عسى ان احنا نتوب وعسى ان احنا نرجع الى الحق سبحانه وتعالى. فانتشار الأوبئة اللي بتاخد بالآلاف دي ده دليل على شرط من أشراط الساعة. من أشراط الساعة أيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث أيضا: وفتنة لا تدع بيت من بيوت العرب إلا ودخلتها. فطبعا العلماء قاعد يقولوا ان ممكن تكون الفتنة دي الربا، بعض العلماء قال ممكن تكون الانترنت، بعض العلماء قال وسائل الاعلام، بس مما لا شك فيه ان هم كلامهم مظبوط في معظم الكلام ده، ان ما في بيت من بيوت العرب الا فعلا ودخلت الفتنة دي. قلبت على الناس طبعا عيشتهم في حاجات معينة فيها مميزات وفيها عيوب، لكن قل من استخدم الوسائل الإعلام أو الإنترنت أو الحاجات دي في طاعة الله أو في خدمة الناس أو ما إلى ذلك. فبرضو العلامة دي برضو حدثت. من العلامات أيضا ظهور الفتن بقى بشكل عام، فتنة الدين وفتنة السلطة وفتنة المال وفتنة النساء وكل الكلام ده كله. فمن علامات الساعة يعني أيضا ظهور الفتن، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: بادروا بالأعمال فتنا. يعني الواحد لازم يا جماعة يعني وهو يعني في شبابه يستخدم شبابه في في طاعة الله عز وجل، وهو يعني عنده صحة يستخدم صحته في طاعة الله عز وجل، عشان لما يجي يمرض الواحد يكون عمل في صحته اللي في مرضه ما عرفش يعمله، يوم ربنا يجازيه خير عن مرضه ده. فبادروا بالأعمال فتنا، هيجي فتن كقطع الليل المظلم على الناس، فحاول انك انت الفترة دي تبادر بالأعمال، انك تكون من أهل المسجد، مبادرة تكون عندك كده مبادرة ان انت تكون من أهل المسجد، تكون من أهل القرآن، تكون من أهل الحديث، بحيث ان انت لما يحصل ان شاء الله الفتن تبقى انت لا انت اصلا من أهل القرآن، انت اصلا من أهل الحديث. فبادروا بالأعمال فتنا، وظهور الفتن عموما من علامات يوم القيامة. من علامات يوم القيامة ضياع الأمانة، حتى ان في رجل أعرابي دخل على مجلس كان النبي صلى الله عليه وسلم بيخبر به الصحابة، فقال له: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة. فقال له: يا رسول الله كيف ضياع الأمانة؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. يعني إيه الكلام ده؟ يعني تلاقي وزير مش في مكانه، يعني إمكانياته الشخصية والأدبية ما تؤهلوش إنه يمسك المنصب ده، تلاقي مدير شركة مش مؤهل للمنصب ده، تلاقي مدير مالي مش مؤهل للمنصب ده، تلاقي أي معلم مش مؤهل للمكانة دي، تلاقي شيخ مش مؤهل للمكانة دي. فإذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة. وما أكثر بقى الموضوع ده، إنك تشوف حد مش كفء، لا كفء فنيا ولا كفء أخلاقيا. يعني إن خير من استأجرت القوي الأمين. فأنت ما تيجي تختار حد لمنصب أو تيجي تختار حد لوظيفة أو كده، اختاروا قوي أمين، قوي فنيا يعني قادر إنه يعمل العمل ده، وأمين عنده أخلاق وعنده أدبيات وعنده دين، يعني يخليه يكمل الصورة الكويسة دي. فضياع الأمانة طبعا من علامات الساعة. وكنا برضو بمعنى الأمانة اللي احنا عارفينها، إن الناس دلوقتي انتشر الرشوة وانتشرت السرقة في كل مكان، يعني بقى الناس ما بقاش عندها حتى أمانة. حصلت حتى واقعة في كوريا الجنوبية أو الشمالية مش متذكر صراحة قريب، إن كانت في عربية نقل أموال، والعربية الباب اتفتح وملايين من الفلوس يعني وقعت في الشارع، والناس نزلت قعدت تلم الفلوس اللي يقدر ياخد حاجة ياخدها. وبتحصل في أمريكا كل سنة زي ما انتم عارفين أعاصير وكده بتتسبب في انقطاع الكهرباء، فبالتالي الكاميرات بتبقى بتنزل الناس اللي بتقدر بقى طبعا يعني تسرقوا أو اللي بتقدر إن هي يعني تاخده. فضياع الأمانة
حتى في بلاد طبعا المسلمين للاسف ان احنا يعني لقب النبي صلى الله عليه وسلم بالصادق الامين، احنا للاسف يعني انتشر الكذب بيننا وانتشر برضو عدم الامانه. وده سؤالي ليه حتى ليك، لو انت تعرضت لموقف اللي حصل في كوريا او اللي حصل في امريكا ده، يا ترى هتسرق؟ دي برضو يعني سؤال كويس ان احنا نقف عنده يعني. من علامات الساعة أيضا برضو كثرة القتل. النهاردة يا جماعة إيه، حتى كما جاء في الأحاديث كثرة الهرج أو القتل، حتى لا يعلم القاتل فيما قتل ولا المقتول فيما قتل. النهاردة القتل زي ما شفنا في أحداث يعني الزمالك، مشجعي الزمالك، أو شفنا في بورسعيد قبل كده في أحداث جماهير النادي الأهلي برضو، أو شفنا من أيام بقى الثورات ما قامت في الدول العربية كلها، القتل يعني حتى اللي بيحصل لإخواننا في سوريا وفي كل حتة، القتل بقى إيه، ما تعدش. كان زمان حتى لو ما حد بيحب يطلع يعني يسرق حد او كده، بلغه المصريين يثبت حد، كان يطلع مثلا يعني يحاول ان هو يتعرض ليه مثلا بسلاح او كده، ويقول له طلع اللي معاك، فكان ياخد منه الموبايل، ياخد منه الساعه، ياخد منه المحفظه ويسيبه. دلوقتي لا، دلوقتي بقى بيموته هو ومراته وعياله وكده، حد عنده دين عند حد وبيذله نفس الكلام ياخده هو منه ومراته وعياله. فكثرة القتل حتى أصبح القاتل لا يعلم فيما قتل ولا المقتول فيما قتل، القتل بقى، والقتل وموت الناس بقى بالآلاف. فده برضو من علامات الساعة اللي لازم ان احنا يعني ناخد بالنا منها برضو. من علامات الساعة ظهور الفحش وقطع الرحم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة. الفحش طبعا النهاردة احنا أفلامنا يعني تتحدث، فالنهاردة ايه الألفاظ دي، وايه الألفاظ اللي بتظهر في التلفزيون في البرامج وفي الأفلام وكده، ايه ده، وازاي احنا بقى بينا الهزار بقى بالشكل ده، وبقى الفاظ يعني احنا في برنامج ديني لا يمكن ان انا اتعرض للالفاظ دي طبعا، اقول حتى امثله بس انتوا عارفينها. ازاي الفحش بقى في كل مكان بالشكل ده؟ من علامات الساعه ظهور الفحش والتفاحش. من علامات الساعه قطيعه الرحم، ونجد ان كتير جدا احنا كنا مره عملنا حلقه عن صله الرحم، وجات لنا اسئله فيها ان طيب لو انا كتيره بقى ان ابويا متخانق مع عمي وبيقول ان هو مش عايز ان انا يعني اكلم عمي، اعمل ايه؟ فطبعا يعني دي من المشاكل الكثيره، ان الواحد يعني اصبح الناس النهارده بتنادي بيخليك في حالك، مالكش دعوه بفلان، ما تساعدش فلان، وقطيعه الرحم. فدي برضو من علامات الساعه. من علامات الساعه تقارب الزمان. احنا فعلا النهارده بقى عندنا الاسبوع كاليوم، الشهر كالاسبوع، السنه كالشهر، اليوم كالساعه. فتقارب الزمان والواحد بقى اليوم بيعدي بسرعه وكده من علامات الساعه. من علامات الساعه ايضا تسليم الخاصه، يعني الواحد ما يسلمش الا على اللي عارفه بس، كل واحد قافل بابه عليه، كل واحد في حاله. فتسليم الخاصه من علامات الساعه، ان الواحد ما يبتديش ان هو يسلم على يعني جاره او يسلم على اي حد، لا، بيسلم على فقط اللي يعرفه وصحابه. من علامات الساعه يعني ايضا برضو فشو التجاره. النهارده يا جماعه الانترنت يعني بقيت سهل جدا تشتري اي حاجه من امريكا عبر الانترنت. فموضوع والنهارده الاسواق بقت في كل حته والمولات في كل حته، ففشو التجاره ده من علامات الساعه. من علامات الساعه ايضا تقارب الاسواق، ان بقت الاسواق بقت بتنزل مول، بتقدر ان انت تشتري اللي انت عايزه كله. من علامات الساعه ان يرفع العلم، طبعا ده موجود، ان يثبت او ان يثبت الجهل، وان يشرب الخمر، وان يظهر الزنا. للاسف الشديد يا جماعه المواقع الاباحيه النهارده والزنا في كل مكان، واسهل حاجه في الدنيا النهارده ان انت تزني، واسهل حاجه النهارده في الدنيا ان انت تبقى بتتعامل بالربا. احاديث كتيره جدا جت في الباب ده، احنا حبينا بس نلخصها في علامات قليله جدا. الهدف من الحلقه هو ان احنا نعرف ان احنا نعيش بين يدي الساعه. واحنا يا جماعه اي انسان لما بيموت هو ده خلاص يوم القيامه بالنسبه له، يا اما بقى يبقى مستني ان صدقه جاريه كان عاملها وربنا يكرمه ويبقى في ميزان حسناته، او ان ولد صالح يدعو له، او ان علم كان بينشره بين الناس فينتفع به، لكن فيما عدا ذلك خلاص هو مات. فلازم نعمل لليوم ده يا جماعه، لازم الواحد دايما اياك انك تنسى الموت، تنسى القبر، تنسى اليوم اللي زي ده. وعايز انصحك نصيحه: انت جئت الى هذه الدنيا نكره لا يعرفك احد، فعيش حياتك، ولما تيجي تموت كن صاحب اثر. لما تيجي تمشي نقول ده فلان ده كان رجل وده اثره
عمل كذا، فلان ده في شغله كان احسن واحد، فلان ده كان امين، فلان ده كان صادق، فلان ده علم اجيال، فلان ده عمل كذا. خليك كده عندك اثر وعندك حاجه. اتمنى بعد الحلقه دي ان انت يعني تقعد مع نفسك وتكتب لنفسك، لو انت كمان 20 سنه تحب الناس تقول عليك ايه، او تحب انت بينك وبين نفسك تكون عملت ايه في حياتك لابوك او لامك او لاصدقائك او لشغلك او لحياتك، تذكر بايه وايه اثرك في هذه الدنيا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك رب واتوب اليك. ونشوفكم ان شاء الله مع حلقه جديده الجمعه الجايه.